السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم عبد الرحمن ربيع في فيديو جديد وصلى الله الحبيب، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول السنة الجديدة 2026. جاي لكم النهاردة في فيديو جديد. هل هم طبيعيين ولا هرمون؟ هنتكلم النهاردة عن محمد رمضان وأحمد العوضي. تابعوا الفيديو الآخر، ما تنسوش صلى الله الحبيب، ويلا بينا. كلنا شفنا طبعا فورمة محمد رمضان وأحمد العوضي، وعضلات ناشفة وفيها بروز ولياقة بدنية عالية جدا. السؤال بقى اللي محير الناس كتير جدا، هل دي فورمة طبيعية ولا فورمة هرمونية؟ فورمة هرمونات. تابع الفيديو آخر وما تنسوش الصلاة. محمد رمضان: أنا بتمرن من سنين. لو انا بصور بيبقى يوم ويوم، ولو انا مش بصور بيبقى يوميا. وانا معتاد ان انا بتمرن كذا مره في اليوم، يعني مره جيم، والمره البوكس، او مره مصارعه، او مره جيتسو، على حسب انا هتمرن ايه النهارده، لان انا ده يعني ده اسلوب حياه بالنسبه لي. اوكي. تمرين من وانا صغير يعني. فده زي الاكل والشرب بالنسبه لي. وعشان كده يعني انت يعني فعلا من زمان شغال على ده الموضوع، لانه في صورك انت بيبان انه عندك يعني زي ايش هم يسموها 6 باكس، انت عندك 12 اظن اعتقد، ما شاء الله. فهذه انت بتشتغل عليها بنفسك في الجيم يعني، صح؟ لانه الناس عاده تعرف بيصيروا بياخذوا اشياء وبيشربوا اشياء عشان يعملوا ده الجسم. لا، هو الصح، انا ما بعملش حاجه بره المألوف يعني. هو الصح والطبيعي ان الانسان لازم يلعب رياضه. ايوه. سواء ممثل او مش ممثل، لان هي الرياضه هي اللي بتخليك تعيش عمر اطول بصحه جيده. انضباط واكل مظبوط ونوم. محمد رمضان معروف بالتمرين المستمر من زمان، وفورمته ثابتة نسبيا. ده غالبا مؤشر تدريب زائد نظام دايت صارم، وطبعا ما ننساش الجينات الكويسة. هننتقل دلوقتي على أحمد العوضي. يقول: أنا بتمرن علشان أدواري محتاجة جسم قوي. حاجة جيدة. فالرياضة دي من أساسيات الحياة، زي الأكل والشرب، زي مفيش حاجة، ما ينفعش حد ما بيلعبش رياضة. لأن أنت لو ما بتلعبش رياضة طاقتك هتروح في حاجات مش صح. أيوه. هو الأصح إن أنت تلعب، إن الرياضة دي أهم شيء في الدنيا. انت بتتكلم بحب يا احمد يعني حتى سيدنا عمر بن الخطاب لما وصى قال لك: علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. كل دي رياضات. ايوه. والتزامي في الجيم عالي جدا. العوضي فورمته بتطلع وتنزل حسب الدور، وده طبيعي لأي ممثل بيجهز لفترة تصوير. التحليل العلمي: خلينا كلنا واقعيين، فورمة ناشفة، دهون قليلة، عضلات واضحة. ده ممكن يتعمل طبيعي، بس محتاج سنين تمرين ودايت صارم والتزام حد وتصوير وإضاءة ونشفان. الهرمونات مفيش دليل ومحدش يقدر يجزم، والأهم كمان لو حد استخدمه الهرمون من غير تمرين أو انضباط مفيش جسم. ما تقارنش نفسك بممثل، قارن نفسك بنفسك امبارح. الطبيعي يقدر يوصل لفورمة محترمة جدا من غير ما يدمر صحته. قولولي في الكومنتات، شايفين فورمة مين أقرب للطبيعي؟ محمد رمضان ولا أحمد العوضي؟ وعايزين تعرفوا فورمة مين طبيعي ولا لا؟ الفيديو الجاي طبيعي ولا هرمون؟ انا كده خلصت الفيديو بتاعي. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تقول لي رأيك في الكومنتات. سلام.